سبحان مغير الأحوال، من يصدق بأن نتيجة مباراة العين والبطائح انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة؟ من شاهد الشوط الأول، من شاهد على الأقل أول ربع ساعة، كان يتوقع بأن تكون المباراة سهلة جدا 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 لمصلحة العين، لكن هذه المباراة انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل أهداف. 6 أهداف نستعرضها معنا. الهدف الأول جاء عن طريق ركلة جزاء عن طريق لاباكوجو الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم بعد هاتريك في المباراة الأولى في الدقيقة 9. ثم محمد أحمد مدافع فريق البطائح يسجل هدف في مرمى فريقه وفريقه السابق في الدقيقة 12. مسلسل أهداف العين أو مهرجان أهداف العين بعد ربع ساعة العين متقدم 3-0 عن طريق هذه القذيفة بندر الحبابي كابتن العين في الدقيقة 16. كل الأمور كانت تشير إلى فوز كبير لمصلحة العين حتى جاء هذا الهدف الذي أنهى فيه البطائح الشوط الأول عن طريق نجمه باولينيو. الشوط الأول انتهى 3-1. بعد ذلك الإثارة، كل الإثارة في الشوط الثاني. العين يقود هجمة مرتدة يسجل منها لاباكوجو الهدف الرابع لمصلحة العين في هذه المباراة تحديدا في الدقيقة 52 في هجمة مرتدة. الهدف يلغى، ركلة جزاء تحتسب لمصلحة البطائح في الدقيقة 58. النتيجة من 4-1 إلى 3-2 لمصلحة العين. الفارو دي أوليفيرا يسجل الهدف الثاني لمصلحة البطائح. أناتولي نجم فريق البطائح يسجل هذا الهدف، هدف التعادل الثالث في الدقيقة 90. يلغيه حكم المباراة لكنه يعود إلى الفار ليؤكد صحة الهدف لتنتهي المباراة ب3 أهداف مقابل 3. على بالكم المباراة انتهت؟ لا، اللي شاف الوقت بدل الضائع كانت فيه تقريبا 3 إلى 4 فرص لكلا الفريقين في مباراة مثيرة جدا جدا جدا. أما على العكس تماما هناك في ملعب خرفكان الوحدة ينهي الأمور بهذا الهدف الذي سجله علاء الدين زهير في الدقيقة 13. الفوز الثاني على التوالي للوحدة ب6 نقاط بهدف مقابل لا شيء. غريبة مباراة العين والبطائح، من أغرب المباريات اللي على الأقل أنا شفتها في كرتنا المحلية، لكن فيها قرارات تحكيمية كثيرة أثرت على مجريات المباراة وأثرت قطعا على نتيجة المباراة. لذلك سنتوجه إلى الخبير الكابتن فريد علي يوضح لنا أبرز القرارات التحكيمية اللي أثرت على نتيجة وحالة المباراة. نعم محمد، عندنا حالتين في هذه المباراة، عندنا 4 حالات 5 حالات، ولكن راح نجيبها بعد نهاية الجولة الثلاث مباريات. الآن بس عندنا حالتين مهمين لازم نركز عليهم. خلينا نشوف ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لفريق العين. أنا أشوف لا وجود لركلة الجزاء، آخر من لمس الكرة هو المدافع. الكرة كانت موجودة بين المدافع وبين المهاجم والتنافس كان موجود على الكرة. من لمس الكرة؟ اللي لمس الكرة آخر من لمس الكرة اللاعب الأحمر. شوف نفس الحالة شو اللي ممكن نعيدها. من لمس الكرة آخر من لمس الكرة اللي لعب الكرة لاعب البطائح اللي هو لابس نيتو. نعم نيتو اللي لابس الاحمر، وبالتالي لا وجود لركله جزاء، وتمنيت كان الفار يتدخل ويلغي ركله الجزاء. الان خلينا نشوف الهدف اللي تم احتسابه. طبعا الحكم اول شيء لقى الهدف وتمركزه كان صحيح وتدخل ايجابي من حكم الفيديو محمد الهرمودي الدولي محمد الهرمودي، وبالتالي انا الالغاء كان غير صحيح وتم احتساب الهدف من تدخل ايجابي من تقنيه الفيديو. الهدف كان صحيح 100%، ما في اي مخالفه. خلينا نشوف الان الاثنين يسعون للكره، وبالتالي بندر قاعد يرجع خطوه على وراء، وذاك عامل جمع للكره واكيد نسي التلامس، هاي كره قدم، وبالتالي هذا التلامس لا وجد الى خطا، ما تبتقي الى مخالفه، والهدف كان صحيح 100% وتدخل ايجابي من تقنيه الفيديو بقياده الحكم الدولي محمد الهرمودي. طيب هذه ابرز الحالات. في حاله اخيره وهي ركله الجزاء اللي على اثرها الغي الهدف الرابع لمصلحه العين وانحسبت ركله جزاء لمصلحه. نعم كانت ركله جزاء موجوده، الركله كان موجود على القدم، الحكم اعطى استمرار اللعب، ما شاف اصلا لان هي مخالفه موجوده، تم تسجيل الهدف، وبالتالي نرجع حق بدايه الهجمه. ركله الجزاء كان صحيح 100% وتدخل ايجابي كذلك من محمد الهرمودي، وراح نجيبه في نهايه المباراه. والله وراك شغل انت بعد المباراه. ما عندك شيء، هاي وراك شغل بعد المباراه، هاي واجبنا يعني. الله يعينك. شكرا الكابتن فريد. يا مرحبا، يعطيك العافيه.